إخوان، سنة 2023 غتكون صعب من 2022، وهذه ماشي هضرتي أنا. حذرتنا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي من أن ثلث الاقتصاد العالمي غادي يعرف واحد حالة ركود كبيرة بزاف هذا العام، وأن سنة 2023 غتكون صعب من سنة 2022. كيف ما قالت كريستالينا جورجينيا بأن سنة 2023 غادي تكون صعب من سنة 2022، وبأن العالم كامل بأسره غادي يعرف واحد الركود اقتصادي كبير. إذا من هنا غادي نطرحوا واحد 3 ديال الأسئلة. ما معنى الركود الاقتصادي؟ شنو هو الركود الاقتصادي؟ ومنين جا هذا الركود الاقتصادي؟ وشنو هو التأثير ديالو والتداعيات ديالو على المغرب، حنا البلد اللي فيه؟ اولا قبل ما ندخلوا في الموضوع، خاص الناس تعرف بان الهدف من الفيديو هو التوعيه في المجال الاقتصادي والمجال المالي، وباش الناس تعرف التاثير ديال الاقتصاد على الحياه ديالها سواء على المدى الطويل او على المدى القصير. اخوان، كندير واحد المجهود فوق الطاقه ديالي، والله بوحدو اللي كيعرف هذا الشيء. اذا ما تنساوش تدعمونا بالبارطاج، وما تنساوش يقليب. ولا كنتي اول مره كتفرج في هذا الفيديو تابونا معنا. إذا نبداو أول سؤال، شنو هو الركود الاقتصادي؟ الأوقات العادية اقتصاد الدولة كيزدهر، أي يعني تيكون رواج، والمواطنين كتحسن الوضعية المالية ديالهم، تيقدروا يجمعوا الفلوس، والدولة حتى هي كتستثمر، وكيكون كلشي فرحان وكلشي ناشط وكلشي بخير ولا خير. الركود الاقتصادي كيكون ملي القضية كتوقف وما كيبقى ما يدار، يعني الاقتصاد واقف، ما كاين لا بيع لا شراء، يعني قضية واقفة. وعادة الركود الاقتصادي كيكون ما بين من شهر حتى شهرين حتى 3 شهور. اما الا جاب الله تزاد القضيه اكثر من 3 شهور، يعني 3 شهور حتى العام، وتزيرت القضيه اكثر، فهذا ما كيبقاش ركود، كيتسمى كساد. دابا يمكننا نطرحوا واحد السؤال، منين كيجي هذا الركود الاقتصادي؟ الركود الاقتصادي كيجي من سعر الفائده اللي كيرتفع، حيث قرر بنك المغرب بتاريخ 27 سبتمبر 2022 بانه يرفع من سعر الفائده من 1.5% ل2%، وذلك لمواجهة التضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية. ومباشرة بعد 3 أشهر، يعني في 20 ديسمبر في هذا الشهر اللي فات، كيزيد تاني بنك المغرب 50 نقطة أخرى في سعر الفائدة، يعني غيوصل تاني ل2.5%. حتى دابا كلشي مزيان، ولكن التداعيات ديال هذه الازمه هذه ما عتبانش دابا، ديال هذا الركود الاقتصادي ما غاديش تبان دابا، عتبان من دابا لقدام، حيت عاد دابا المستثمرين والشركات الكبار غادي يمشيو عند البنوك وغياخذوا الكريديات، وكذلك الشباب وحتى الاسر والعائلات حتى هما يلاه غادي يمشيو في هاد الشهور هادو وياخذوا الكريديات بهذا الطول الجديد اللي هو مرتفع. ويعني التداعيات ديال الازمه عتبان من دابا لقدام، يعني من دابا واحد شهرين حتى 3 شهور. ومن هنا غادي نطرحوا هذا السؤال، ملي عاولي عندنا الركود الاقتصادي، شنو هو التداعيات ديالو على المغرب؟ التأثير ديالو على المغرب هو ان القضيه غادي توقف، الحركه غادي توقف، الاقتصاد غادي يوقف، هذا سواء في العالم الواقعي اللي عايشينه حنا، يعني في التجاره ديالنا في المعاملات معنا ديال الناس، او في العالم الافتراضي، يعني في الناس اللي خدامين في الانترنت. ولانه المستهلك ما يبقاش يخسر الفلوس بزاف، يعني يحاول يزير السمطه شويه، هذا اصلا الا كانوا عنده الفلوس. كذلك الشركات الصغرى والشركات المتوسطه ما عتبقاش تستثمر، وغادي تجري على الخدامه اللي زايدين. الشركات الكبرى حتى هي باش تواجه الازمه غتحاول تخفض من المصاريف، وباش تخفض من المصاريف غتحاول حتى هي تجري على الخدامه، كاع الخدام اللي ما عندهم يدار اللي زايد غتجري على تحيدو. علاش؟ حيت الاستهلاك نقص والمداخل ديالها نقصات. وكذلك حتى الناس اللي خدامين نيت هما بريوسهم ما يبقاوش تيقين في الاقتصاد، يعني غادي يحاولوا يزيروا السمطه وما يبقاوش يخسروا الفلوس بزاف. علاش؟ لانهم خايفين في اي لحظه يمكن يجروا عليهم ويلقاو راسهم بلا خدمه، يعني يحاولوا يجمعوا ماكسيموم ديال الفلوس باش يلقاو باش يخلصوا المصاريف ديالهم ويخلصوا لي شارج ديالهم الا جاب الله خرجوا من الخدمه. وهذا الشيء كامل الاخوان هو اللي كيخلق لنا الركود الاقتصادي في اي بلد في العالم. اخوان، كملتوا الفيديو واستفدتوا، ما تبخلوش علينا بالبارطاج وبواحد القليب باش نزيدوا نديروا فيديوهات اخرين. وإلا كانت شي نصيحه ولا بات لكم شي حاجه في الفيديو ماشي هي هذيك، ما تبخلوش علينا بشي كومونتير، كتبوا لنا في كومونتير هنا باش نحاولوا نجيبوا لكم فيديوهات جداد احسن من هادو باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعانكم الله.